مواقف مضحكة لأشخاص تم تصويرها كاميرات المراقبة. لا أقدر أقوله لما تشتغل بضمير لدرجة إن ضميرك بيخليك تنسى راسك هتطلعها إزاي. شوف لحد ما يطلع راسك. موقف زي يعرفك قد إيه إن كرة القدم مهما كانت هي تفضل لعبة رقم واحد، لدرجة إن الحكم نسي نفسه ومبقاش حكم، ده بقى ميسي. بكل معاني كلمة حرام. المريض ده يا ناري لسه طالع من المستشفى، ولكن جه الممرض ده عشان يساعده ولكن ما ساعدوش. بكل معاني ام نوال منك لله كسر له رجله. تبان عليك ايها المريض عامل شيء في دنيتك لدرجة ان امك داعية عليك، قالت لك روح الهي يعوزك باللي شحطتك ومحطتك. بقول لكم ايه، هناخد مع بعض حسنتين. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اول ما شفت سواق بيرفع حصان، السواق ده بقى غير نظرتي خالص. الله اقدر اقوله ربنا يكون في عونك يا سامية. الموقف ده يعرفك قد ايه ان العمال دول حظهم نحس. كان مطلوب منهم ان هم يحملوا قطعة الفخار دي على هذه الدراجة، ولكن اللي حصل عباس اتكسر. عزيزي المشاهد، لما تيجي تشغل دماغك لدرجة ان انت بتقول هرجع بالوراني، وفعلا شغل دماغهم لدرجة من كتر تشغيل الدماغ خلاص الله يرحمك يا فخار. انا لو قلت من هنا بكرة ان السواق بتاع الشاحنة دي شارب حتة حشيش ب1000 جنيه ابقى انا مش كداب، لان مش هين عليه ينزل من العربية. ما هينزل ويسيب السيجارة؟ اتفرج بس يا عزيزي المشاهد وقول لي ده سواق شارب حتة 200 جنيه ولا 1000 جنيه؟ في كل لعبة فيها حكم، ولكن الحكم ده كان حظه نحس لدرجة ان كل ضرب ما كلش جعش في مطلع. الحكم ده عزيزي المشاهد الله يرحمك يخرب بيتي ضاع مستقبلك يا سامي. لما يكون صاحب جرار بس شغال عند راجل عينه وحشة خالص وعينه تفلق الحجر، لا اقدر اقوله ده اللي هيحصل في الجرار بتاعك عزيزي المواطن. واسع رايح وين يا ولد؟ رايح وين يخرب بيت اللي جابه ابوك؟ بكل معاني كلمة رايح وين. وياي شو عليك. السواق ده بان عليه لابس نظارة لدرجة ان النظارة اتكسرت من الجوان ده. لما بدك تعمل نفسك فيلسوفة وتسحب قطعة القماش، ولكن اللي بيحصل عكس كده خالص. انا لا اقدر اقوله حرام البسكوتة دي يا على ده كله. واخترق للدفاع وياي عليك بوم يخرب بيت اهلك. حط الكرة في كرة السلة ولكن الحكم كان حتة دين بنية لدع حاله. الله يخرب بيتك يا زلمة. لما تبقى سواق شاحنة فاشل ويأتي بك الأمر ويحدث ذلك بك، كل اللي أقدر أقوله حاول من هنا لبكرة وديني ما هي نازلة. ابعت الونش يا عم. بعض الأحيان يكون التفكير خارج الصندوق يكون شيء غريب، ولكن ما فعلوه هذا العمال شيء أغرب من الخيال. سابوك وفي البحر رموك وما معك تنزل في الترع. العقل زينة ولكن العقل لوحده لن يكفي، فأين الجسم أيها العامل؟ انزل انت وهي مرة واحدة. لما كل لاعب كورة مش مصلي الظهر ده اللي هيحصل معاك، مش انت بس، انت واصحابك، لدرجة ان الحكم بيقوم بدور اكبرها مدافع. وديني انتوا لعيب حظكم نحس. مش كل شيء في الدنيا نريده ان يحصل يحدث، ولكن ما حدث مع هذا الشاب لا يتوقع ان يحدث. العيب مش فيك، العيب في الكرسي اللي انت راكب عليه.
لما انت بتلعب كرة السلة واخر الكرة جاتلك ولكن حظك زي النحس وتلبس في الحكم، رايح فين يا بغل؟ ده الحكم مش الجول. الموقف ده مش قادر اوصفه، هي عاملة ماهرة ولا عاملة حظها نحس؟ يخرب بيتك يا ام فاروق. معاهم من الفيل المكنة ولعت، ولكن شهادة لله خد المكنة معاه خوفا ان المكنة يحصل لها حاجة. لما تبقى ماشي مش سالك في الطريق، لا اقدر اقوله ده حظك، البس يا باشا. اي شخص عنده ردة فعل، ولكن ردة فعل الواد الصغير ده لك ان تتخيل ابهرتني يا بهير. والله يبان عليا ظلمت الحكام، لان الحكم ده كل واحدة رجل. يخرب بيتك يا مناخيرك، الحق مناخيرك يا شماشيري. انا مش عارف هي نيتها ايه، ولكن اللي اقدر اقوله حظها نحس يخرب بيت اهلك. وديني انت طالع بالتلج. ناس كتير بتخاف من الفيران، ولكن ردة فعل الست دي خوفا من الفار فكرتني بابن خالتي اللهبل. اول ما شاف الفار نفس ردة الفعل، الحقني يا دوشيريك، يخرب بيتك يا هبل. واول انطلاقه في سبيل الله لك ان تتخيل عزيزي المشاهد الاولى بسم الله، والثانيه اللهم اننا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الدفنه الساعه 10. عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهد، عمرك بتعمل الاكل وبعد ما خلصت الاكل جاهز حصل كده؟ لا اقدر اقوله انت حظك نحس والاكل مش حلال. انا مش لاقي تعليق اقوله، ولكن الفيديو ده مش عشان تضحك بس، الفيديو ده يعرفك قد ايه ان العمال ده بيواجهوا مواجهات صعبة جدا، ربنا معاهم. صاحب البخيل لما راح المصيف والله كسل يجيب عربية تشحله الحاجات دي لحد المصيف، لدرجة يا ناري ان المرسيدس بتقوله حرام عليك انا وديني 4 راكب مش العيال وامهم. انا كنت احسب الاعتراضات الحكام في كرة القدم بس، ولكن اللعبة دي كمان الحكم كان ياكل علقة. قال له انت عايز ايه يالا؟ تعالى بالصدر. قال له طرد بره. قال له ديني ما نطلع بره. حكم الراية في سبيل الله قاعد، ولكن اللاعب ده عطاله كورة في معدته فاستفرغ كل اللي في بطنه. الغريب ان هو خد طرد. يا بختك يا مشير لما خدت المونيكير. بقول لكم ايه، لحد هنا بيكون الفيديو خلص. بتمنى كل شخص وصل معايا لحد هنا يكتب تعليق جميل ويحط لايك. مستني تفاعلكم مع الفيديو، عايزين نوصل بأسرع وقت ل4000 ساعة مشاهدة. بس كده يا أحلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.